صباح الورد والياسمين على احلى مشتركين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده مع بعض احلى فطير مشلتت بطريقتين مختلفتين. اول طريقه هنعمله في الفرن، وتاني طريقه هنعمله في الطاسه بطريقه بسيطه جدا مش مكلفه خالص. هقول لكم النهارده على طريقتي اللي تخليكم تعملوا كل يوم فطير مشلتت في البيت بطريقه بسيطه جدا من غير تعب ومن غير مجهود. اسهل وابسط واسرع طريقه ممكن تعملي بيها فطير فلاحي في البيت. تابعيني لاخر الفيديو، هقولك ازاي اسرار وتركات عجينه الفطير، وهقولك ازاي يطلع معاكي مقرمش من بره وطري من جوه، وكمان يطلع معاكي هش. لو انت ما تعرفينيش واول مره تشوفي القناه بتاعتي، ما تنسيش وانت بتتفرجي على الفيديو بتاعنا تضغطي على زر الاشتراك واعملي لايك وشير، واضغطي على زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من وصفاتنا البسيطه الاقتصاديه إلا على قد الإيد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ الفيديو بتاعنا. أول حاجة معانا هنا كيلو دقيق. أنا مستخدمة دقيق اللي هو متعدد الاستخدامات، جايباه عادي من السوبر ماركت أو من عند العطار، زي ما تحبي، أي نوع متعدد الاستخدامات زي ما انتوا شايفين. نزلت بكيلو دقيق، نزلت برشة ملح ورشة سكر. تمام، هقلبهم كده مع بعض زي ما انتوا شايفين. تمام كده، يبقى كيلو دقيق، رشة ملح، رشة سكر صغيرة جدا، قلبتهم مع بعض كويس جدا. هنجيب المية بتاعتنا، لا هي سخنة خالص، انا عايزاها مية تكون فترة جدا من الحنفية. ما تبقاش لا سخنة خالص ولا باردة خالص، اهم حاجة تبقى فترة على ايدك عشان ما تبوظش معاكي العجينة. طبعا احنا بننزل بالمية بتاعتنا شوية شوية. ليه بقى ننزل بالمية شوية شوية؟ اول تركاية في الفيديو بتاعنا ازاي ننزل بالمية شوية شوية، علشان نوع الدقيق بتاعك، في نوع دقيق بيشرب السوائل وفي نوع دقيق بيطرد السوائل. فانا بحط شوية بشوية على قد استخدامي، علشان المية ما تزيدش مني او تقل مني. فاعجن شوية وازود برضو شوية مية واعجن العجينة زي ما انتوا شايفين. خلاص بقى كده انا خدت كمية المية بتاعتي اللي انا اخدتها اهي قدامكم، وادي شكل العجينة ما شاء الله اللهم بارك، جميلة جدا. وشايفين طرية ازاي، ملبن في ايدي اهي، جميلة جدا. اهم حاجة ان انت تقعدي تعجني، مدة العجين ما تقلش عن ربع ساعة علشان تطلع العجينة معاكي طرية كده وما يطلعش ناشفة منك، تطلع طرية وهشة زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. تمام، بعد بقى ما خلصت عجن على طول في الحالة دي انا مش هسيب العجينة ترتاح خالص. انا بعد ما خلصت عجن سبت العجينة على الرخامة، ابدأ اقرص في العجينة، اخدها كور كور كده زي ما انتوا شايفين اهو. اخد قطعة عجينة اقرصها واكورها. انا عايزة المقاس والحجم اللي انتوا شايفينه ده على قد الفطيرة بتاعتي. هجيب بقى صينية وابدأ ان انا ادهنها بالزيت اهي، وابدأ ارص الكور بتاعتي اللي احنا كورناها مع بعض في الصينية بتاعتنا. اهم حاجة عشان العجينة ما تنشفش منك، تدهني الصينية بتاعتك بالزيت زي ما انتوا شايفين كده، وتبدأي ترص الكور. رصيت كل الكور اللي احنا كورناها او قرصناها من العجينة بتاعتنا من كيلو دقيق، وادي الكمية كلها ما شاء الله اللهم بارك. الكمية دي من كيلو دقيق ما شاء الله بصراحة، طلع كيلو دي طلع لي فطيرتين كبار جدا جدا ما شاء الله. ممكن يطلع معاكي كيلو دي 4 فطيرات على حسب عدد الكمية اللي انت هتعمليها. بعد بقى ما رصيت الكور في الصينية ودهنت برضو الكور بالزيت من فوق من وشها علشان انا مش عايزاه ينشف، وتشتغلي على طول ما تسيبهاش ترتاح خالص زي ما انتوا شايفين كده. طبعا جبت بقى معلقة سمنة، حطيتها على الرخامة وفردت كورة كورة. ادي الكورة اهو بفردها معاكم اهي، شايفين انا بفردها ازاي خالص، بتتفرد معايا مطة ازاي علشان نوع الدقيق حلو، والمية اللي احنا ظبطناها في العجين طلعت معايا مظبوطة. وادي شكل العجينة جميلة جدا ازاي.
هبدأ اجيب صينية بعد ما فردت بقى كورة واحدة على الرخامة. هجيب صينية مفرودة زي ما انتوا شايفين كده، واخد العجينة الكورة اللي احنا فردناها على الرخامة وافردها على الصينية بالشكل ده. واجيب كورة تانية برضو زي ما انتوا شايفين، اجيب معلقة سمنة. شوفي بقى يا سلام لو معلقة سمنة بلدي، جميلة جدا جدا، بتخلي ريحة العجين معاكي حلوة قوي قوي. يا سمنة بلدي عاملاها في البيت، يا اما سمنة بلدي من العطار او السوبر ماركت. شايفين؟ حطيت السمنة على الكورة بتاعتنا، فردتها على الرخامة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده قدامكم. شايفين العجينة سلسة ازاي ومرنة في ايديا خالص خالص، جميلة جدا. بعد بقى ما فردتها بالحجم وبالشكل ده، برضو هعمل الطبقة التانية فوق الطبقة الاولانية من العجينة اللي احنا فردناها على الصينية اهو، زي ما انتوا شايفين كده. تمام كده، افردها اهي بالشكل وبالطريقة دي زي ما انتوا شايفين كده، ماشية معاكم خطوة بخطوة. هتطلعي احلى فطير هتعمليه في البيت، جميل جدا في الشتاء. برضو هجيب كورة تالتة وبرضو هعملها معاكم، عليها معلقة سمنة، فردناها على الرخامة بايدينا، بسيطة جدا ومرنة في ايديا. العجينة زي الملبن ما شاء الله، ماشية معايا اهي. شايفين بتتفرد معايا بكل سهولة بكل بساطة ازاي اهي. تمام كده، تمام. اهم حاجة تحطي معلقة السمنة، ما عندكيش سمنة بلدي مفيش مشكلة، حطي سمنة نباتي اللي يريحك، بس الفطير ما يتعملش بالزيت. اهم حاجة ان الفطير يتعمل بالسمنة وما يتعملش بالزبدة النباتي. تمام. جبنا بقى الطبقة الثالثة وبدأت فردتها اهي على الطبقتين الاولانيين اللي احنا فردناهم في الصينية. شايفين شكلهم عامل ازاي؟ ما تقلقيش لو العجينة الطبقة قطعت منك كده، مفيش مشكلة، احنا لسه هنعمل كذا طبقة. اول بقى حاجة هنعملها هنا بعد ما خلصت الثلاث طبقات، انا كان عندي الزبدة اللي هي وش اللبن، انا بحوشها في الفريزر. جبتها قلبتها في معلقة ملح، وابدأ بقى اخد حتة وتدهني بها بين كل طبقتين بين كل 3 طبقات بالشكل ده، جميلة جدا جدا. زبدة فلاحي مش زبدة نباتي، الزبدة الفلاحي حلوة قوي، جميلة جدا، ريحتها وطعمها بيبقى حلو قوي في الفطير. لو انت عايزة تعملي فطير صح الصح يبقى تعمليه بالطريقة دي. تمام. اجيب بقى الطبقة الرابعة بعد ما عملنا وش الزبدة الفلاحي مش النباتي. هنا بقى جبت الطبقة الرابعة، فردتها الكورة حطيناها على الرخامة برضو معلقة السمنة وفردتها، وابدأ افرد الطبقة الرابعة. انا عملت الفطيرة دي بصراحة 13 طبقة، يعني 13 كورة. طب فردتهم وطبقتهم فوق بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. دي الطبقة الرابعة اهي قدامكم. تمام. خلاص كده احنا عملنا 4 طبقات من الفطير، باقي معانا 9 طبقات. هنا بقى كنت خلصتهم عشان ما اطولش عليكم الفيديو وتزهقوا مني. بنفس الطريقة اللي انا عملت ال4 طبقات عملت باقي الطبقات بنفس الشكل. بعد بقى ما فردتهم على بعض كده، ابدأ الم اطراف العجينة بتاعتنا من الجنب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده اهو، نلمهم على بعض كده اهو زي ما انتوا شايفين اهو، ما شاء الله. اسيبها بقى ترتاح شوية خالص، يعني حوالي ساعة او نص ساعة في الصينية. تمام. زي ما انتوا شايفين كده، بعد ما لميت العجينة على بعضها كده سبتها ترتاح في الصينية ساعة او نص ساعة، يعني سيبيها عادي مفيش مشكلة. جبت الصينية بتاعتنا اللي هندخلها الفرن، صينية كبيرة ما شاء الله، عشان انا طلعتها فطيرة كبيرة جدا ما شاء الله اللهم بارك، جميلة جدا. ابدأ بقى افرد الفطيرة بتاعتنا بايدينا بالشكل ده. طبعا هي خمرت وارتاحت، فما بتيجي تفرديها في الصينية بتتفرد معاكي بكل سهولة، معلش اسفة في الكلمة، بكل سهولة وبكل مرونة اهو. شايفين؟ بعد بقى ما فردت الفطيرة بتاعتنا في الصينية اللي هندخلها الفرن، يكون الفرن شغال على درجة حرارة عالية، تحطيها على الشواية على الصاجة من تحت،
وتحطيها بقى تحت الشوايه من فوق وتطلعي احلى فطيره. هنا بقى كان برضو حطيت على الوش حته زبده كده فلاحي عشان تسيح في الفرن، تدي وشها لمعه ويبقى طعمها حلو قوي. ممكن يا اما الفرن عندك فوق وتحت شغال مع بعض وجميله جدا تطلع لك الفطيره حلوه قوي، يا اما من تحت ومن فوق. وادي شكل الفطير المشلتت بتاعنا بعد ما خرج من الفرن، مقرمش من بره وطري من جوه، جميل جدا جدا. نيجي بقى نعمل فطير في الطاسه. فطير مشلتت يا زوزو في الطاسه. ايوه، هنعمل فطير مشلتت في الطاسه. هنا بقى معانا كيلو دقيق زي ما انتوا شايفين كده. تمام، نزلت برضو عليهم برشة ملح. هنا بقى برضو طريقة مختلفة، ممكن ما تحطيش فيها السكر. انا هنا حطيت كيلو دقيق، رشة ملح بس مش اكتر من كده زي ما انتوا شايفين، وابدأ انزل بالمية بتاعتنا حبة حبة. ليه؟ برضو عشان احنا قلنا التركاية الاولانية الاساسية في استخدام الدقيق بتاعنا، احنا بنستخدم دقيق متعدد الاستخدامات والاغراض. فانا بقى مش عارفة هو هيشرب مية كتير، هيشرب سوائل كتير معايا ولا مش هيشرب سوائل معايا. فبحط المية شوية شوية بشوية مية وحبة دقيق، تطلعي احلى كمية فطير لولادك. الفطير ده جميل جدا، ما تعمليه في البيت في الشتاء حلو قوي. ولادنا بيحبوه، جميل جدا بقى. ويا سلام مع العسل والطحينة مع الجبنة والمش، جميل جدا جدا. وابدأ اعجن اهو. رجعنا برضو الفيديو بتاعنا، نبدأ نعجن بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي لحد ما العجينة معايا تصبح مرنة برضو وسلسة بالمرونة والسلاسة دي زي ما انتوا شايفين كده. ادي شكل العجينة بتاعتي اهي قدامكم، حلوة قوي، طرية جدا، هشة، ما هياش قاسية ولا طريقة ولا ملزقة في ايديا، شايفين؟ ناعمة خالص. هنا بقى في تركاية مختلفة عن الفطير المشلتت اللي في الفرن. هنا بقى انا سبتها ترتاح شوية، حوالي ربع ساعة بس في الطبق مش اكتر زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى جينا بعد ما سبتها ترتاح ربع ساعة في طبق او بولة اللي يريحك، وغطيناها شوية. جبت رشة دقيق ورشتها على الرخامة بتاعتي، وهجيب العجينة بتاعتنا اللي انا عاملاها من كيلو الدقيق. انا مش هاخدها كلها مرة واحدة علشان انا هعملها لكم بطريقتين مختلفتين. اول حاجة قسمنا العجينة اهي قطعتين. القطعة الاولانية هنفردها على رشة دقيق بالشكل ده، وتبدأي تفردي العجينة معاكي على رشة الدقيق بحيث ان انت تفرديها بشكل مستطيل. بأي حاجة تقدري ان انت تفرديها على الرخامة بالشكل المستطيل اللي احنا عايزينه اهو زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. تمام، انا بفرد العجينة معاكم اهي بشكل مستطيل عشان انا عايزاها تطلع قدامي مستطيلة على الرخامة اهي. كل ده ورشة الدقيق تحت العجينة بتاعتنا اهي قدامكم زي ما انتوا شايفين. تمام كده، ادي شكل العجينة بتاعتي اللي انا خليته مستطيل بالظبط. تمام اهي زي ما انتوا شايفين كده. احنا جبنا العجينة بعد ما سيبناها ترتاح ربع ساعة، رشينا رشة دقيق، فردنا العجينة بشكل مستطيل فوق رشة الدقيق اهي بالشكل ده. تمام كده، هجيب بقى معلقة سمنة فلاحي انا مستخدمة في الفطير. اصل انت عشان تعملي احلى فطير مشلتت لازم تعمليه بسمنة فلاحي او زبدة فلاحي، يعني الاتنين مع بعض. انت بقى مش عايزة تعملي فطير الا بسمنة نباتي وزبدة نباتي، اللي يريحك. بس السمنة الفلاحي والزبدة الفلاحي بيطلع معاكي احلى فطير مشلتت جميل جدا. هنا بقى جبت معلقتين من السمنة الفلاحي ودهنتهم على وش العجينة كلها. توزعي السمنة بالشكل ده على وش العجينة بتاعتك. وبرضو جبت معلقة زبدة. هنا بقى جبت زبدة زي ما انتوا شايفين، دي زبدة نباتي
برضو ما فيش مشكلة، عندك زبدة فلاحي حطي، زبدة نباتي حطي اهو. تمام. ابدأ افرد الزبدة فوق السمنة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده اهو قدامكم. نفرد الزبدة فوق السمنة على وش العجينة اهو. تمام. وزعنا بقى الزبدة كلها على وش العجينة. نيجي بقى من طرف العجينة خالص من وشنا كده، يعني تبقي واقفة قدام العجينة وتبدأي تبرمي العجينة بتاعتك برمة بسيطة جدا خالص، عشان انا عايزة الفها كلها على بعضها اهي. عايزة اعملها رول كده اهي قدامكم اهي. تمام كده زي ما انتوا شايفين كده اهي، بلف العجينة معاكم اهو. تمام. خلاص. هنا بقى العجينة ساعات بتبقى صعبة معاكي في رشة الدقيق، فانا هجيب رشة دقيق وهرشها تاني علشان تسهل معايا ان انا اقدر ابرمها بكل بساطة وبكل سهولة اهي، وما تلزقش معايا في ايدي ولا تلزق في الرخامة اهي. تمام كده زي ما انتوا شايفين كده اهي. برضو بجيب رشة دقيق علشان اقدر ان انا ابرمها بكل سهولة اهي. لو حسيت ان هي بتلزق معاكي رشة دقيق بس بسيطة جدا، هتلاقيها لفت معاكي الرول بكل بساطة جدا جدا. طريقة سهلة خالص ما تاخدش في ايدك نص ساعة اهي زي ما انتوا شايفين. ولسه طريقة تانية هقول لكم عليها برضو سهلة، بتسهل عليكي ان انت تعملي العجينة اهي. بعد ما عملنا الرول بتاعنا بكل سهولة وبكل بساطة، هجيب السكينة بتاعتي وابدأ اقطع العجين بتاعتنا بالشكل اللي انت شايفاه ده، بالحجم متساوي. يعني حاولي تخلي ان القطعة بتاعتك كلها تكون متساوية علشان كمية الفطير بتاعتك يطلع حجم واحد. بصراحة انا ما شلتش ولا عجينة من الطرف ده ولا من الطرف ده، كله طلع مقاس واحد. هنجيب الصينية بتاعتنا اهي وابدأ ارص بقى قطع العجين بتاعتنا اللي احنا قطعناها في الصينية، واسيبها ترتاح حوالي من ربع ساعة لتلت ساعة اهي قدامكم. دي العجينة اللي احنا استخدمناها برشة الدقيق، وهغطيها وهسيبها ترتاح ربع ساعة، من ربع ساعة لتلت ساعة. تمام كده يا بنات. خلاص. نيجي بقى بعد ما هنسيب دي بقى ترتاح، هنيجي نعمل نص العجينة. طبعا انتوا نسيتوا في نص عجينة احنا سايبينه، احنا قلنا هنقسم الكيلو نصين، هنعمل نص كيلو برشة الدقيق، والنص الكيلو التاني هقول لكم هنعمله ازاي دلوقتي. جبت بقى معلقتين زيت ودهنت بيهم الرخامة زي ما انتوا شايفين كده. تمام اهو. هنا طبعا كنت بمسح الرخامة بالزيت. هجيب بقى قطعة العجين التانية اللي احنا سيبناها اهي زي ما انتوا شايفين، وابدأ افردها على الزيت بتاعنا اللي احنا دهناه بالرخامة اهو. بصراحة برضو كانت مسهلة عليا الزيت، يعني انا رجحت الطريقة اللي هي بالزيت دي طريقة سهلة، خلت العجينة وانا بفردها مرنة معايا، بلفها بطريقة برضو بسيطة، ما تعبتنيش خالص. زي ما انتوا شايفين كده برضو هعملها شكل مستطيل اهو قدامكم اهو. تمام كده. شوفوا العجينة بتتفرد معايا ازاي بكل بساطة وبكل سهولة. تمام كده. بعد بقى ما فردنا العجينة شكل مستطيل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده تمام، هنجيب برضو معلقة السمنة اهي، معلقة السمنة الفلاحي بتاعتنا، وندهن بيها وش العجينة اللي احنا فردناها بشكل مستطيل. تمام كده.
خلاص هنفرد السمنة بتاعتنا فوق العجينة بتاعتنا اهي، معلقة سمنة فلاحي وتفرديها على وش العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده. برضو جبت معلقتين من الزبدة، زبدة فلاحي، زبدة نباتي، اللي يريحك، بس انا برجح الزبدة الفلاحي، جميلة جدا، بتبقى ريحتها حلوة اوي في الفطير. اللي بقى عايز يشتغل سمنة نباتي وزبدة نباتي مفيش مشكلة، زي ما انت عايزة، اللي يريحك، اللي موجود عندك، ما تضايقيش نفسك. بعد بقى ما فردنا السمنة والزبدة على وش العجينة بتاعتنا، نبدأ نعمل الرول بتاعنا زي ما عملنا في الطريقة الأولانية. هنبدأ نلف الرول بتاعنا، بس هنا برضو شايفين بتلف معايا بكل بساطة وكل سهولة ازاي اهو. تمام كده اهو. نبدأ نلف كده اهو. تمام. خلاص بنعمل الرول بتاعنا اهو. طبعا الزيت اللي احنا عاملينه على الرخامة مخلي العجينة تتلف معاكي خالص، بس بطريقة بسيطة خالص، ما تعبنيش وانا بلفه اهو. تمام كده يا بنات اهو. جميل جدا، حلو قوي. فطير الطاسة ده حلو قوي وعجبني بصراحة. بعد ما خلصت الرول بتاعي اهو، ابدأ اقطع برضو العجينة قطع كلها متساوية، علشان انا عايزة حجم الفطير بتاعي يطلع متساوي. بصراحة كيلو الدقيق ده طلعت منه كمية كبيرة من الفطير المشلتت. انا بصراحة كنت بقطع العجينة بحجم صغير، يعني طلعته ميني فطير. انت بقى حابة تكبري حجم الفطيرة بتاعك مفيش مشكلة. انا حبيت اطلعه ميني فطير، يعني عملت الاول الفطير المشتت بتاع الفرن كبير جدا، في فطير الطاسة طلعته ميني فطير. زي بقى ما انت عايزة حجم الفطيرة بتاعتك، اعملي حجم العجينة بتاعتك زي ما انت عايزة وزي ما تحبي. شايفين شكله عامل ازاي اهو. جبت الصينية بتاعتنا مدهونة زيت، وابدأ ارص قطع العجين بتاعنا اللي احنا قطعناه بالسكينة اهو، واسيبه بقى يرتاح ربع ساعة. طبعا هنا بقى انا جبت العجين بتاعنا اللي احنا كنا سايبينه الاول، اللي هو برشة الدقيق، فانا سيبته يرتاح برضو ربع ساعة. بعد ما عجننا العجينة التانية اللي هي بالزيت، هبدأ اجيب قطعة قطعة وافردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وقلبت معلقة سمنة فلاحي مع الزبدة، واحطها فوق العجينة اللي احنا فردناها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، والمها على بعضها كده اهو اهو. المها كده. تمام. خلاص. وتكوريها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. يعني بصراحة بنرجع تاني نقرص العجينة ونكورها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا عاملة حجم الفطيرة صغير زي ما انا قلت لكم، انت لو عاملاها كبيرة الكرة بتاعتك هتبقى اكبر من كده. وادي واحدة تانية برضو هعملها معاكم اهو. جبت قطعة من العجين اللي احنا مقطعينه الاولاني اللي هو برشة الدقيق، وابدأ افردها بالشكل ده اهي، واجيب معلقة من الزبدة الفلاحي او النباتي، ومع السمنة الفلاحي او السمنة النباتي اهو، وافردهم فوق العجينة، وابدأ الم العجينة على بعضها اهي. تمام كده. تلم العجينة على بعضها بالشكل ده. خلاص لمينا العجينة على بعضها ونكورها اهي. تمام كده. وادي شكل الكورة بتاعة الفطيرة بتاعتنا. برضو هعمل معاكم واحدة كمان. جبت قطعة من العجين اللي احنا مقطعينه، فردتها على الرخامة. ما تفردهاش قوي، يعني حاولي تفرديها الحجم اللي انا فرداه قدامكم ده، ما تفردهاش قوي بالشكل ده. هتجيبي معلقة من الزبدة والسمنة وتمسحيهم على العجينة بتاعتنا، تدهني بهم العجينة اهو، ونلم العجينة على بعضها اهي. تمسكي طرف العجينة وتلمي الاطراف كلها على بعضها لحد الطرف اللي انت ماسكاه بالشكل ده، وتبدأي تكوريها اهي. شايفين
شكله عامل ازاي، وادي شكل الكورة بتاعتنا. خلاص، ادي شكل الكور بتاعتنا اللي احنا كوناها من الاول، من العجينة اللي فردناها على رشة الدقيق، ومن العجينة التانية اللي فردناها على الزيت. ونغطي العجين الكور بتاعتنا دي ترتاح برضو شوية، حوالي ربع ساعة، مش اكتر من كده. انتوا فاكرين العجينة بتاعتنا الاولانية بتاع الفرن احنا ما سيبناش ترتاح خالص واشتغلنا خالص، اشتغلنا على طول. انما العجينة بتاعت الطاسة بنسيبها ترتاح شوية بشوية. هنا بقى بعد ما سبتها ترتاح حوالي برضو من 10 دقايق لربع ساعة، جبت الطاسة بتاعتي، شغلت البوتاجاز اهو. اخلي النار بتاعتي هادية يعني الهادية قوي ولا عالية قوي، علشان لو عالية قوي الفطير بتاعي يتحرق مني، ولو هادية خالص هينشف مني. جبت معلقة من الزبدة والسمنة اللي احنا عاملينهم مع بعض على الفطير، فايض مني برضو شوية. جبت معلقة دهنت بها الطاسة اهي قدامكم اهي، طبعا ساحوا مع بعض تمام كده زي ما انتوا شايفين. يعني تهديش النار قوي ولا تعلي النار قوي، نخلي النار بين البنين علشان لا تحرق الفطيرة بتاعتنا ولا تنشف الفطيرة. طبعا هنا كانت لسه الزبدة والسمنة بتوعي مسخنوش قوي، فبدأت اجيب كورة كورة وافردها بايديا في الطاسة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده تمام كده اهو. انا قلت لكم ان انا عامله حجم الفطير بتاعي ميني فطير، يعني مش عاملاها كبيره قوي. انت عايزاه بحجم الطاسه مفيش مشكله، كبري التقطيعه العجينه بتاعتك. عايزاه حجم صغير اعملي زي ما انا عملت، زي ما انت عايزه. وهنا بقى زي ما انا قلت لكم النار لا عاليه قوي ولا هاديه قوي. بعد ما فردت العجينه على حجم الفطيره اللي انا عايزاه، هجيب يا اما تجيبي غطا اللي هو غطا الطاسه، لو ليها غطا تغطي، ملهاش غطا ممكن تجيبي غطا حله وتغطي بيه الطاسه. هو يدوب دقيقتين وتقلبي اسفه معلش، وترفعي الغطا وتبداي تقلبي الفطير على الوش التاني اهي، وتغطي برضو بغطا الحله او بغطا الطاسه اللي موجود عندك. انا كنت مستخدمه غطا صغير الاول بصراحه فلقيته مش نافع، جبت غطا حله كبير استخدمته اهوت. تابع على طول، هو دقيقتين بس، ما تغيبيش ان انت تكشفي الغطا، تبداي تقلبي بالشكل ده لحد ما تحسي ان الفطيره بتاعتك استوت خالص، العجينه استوت تمام معاكي. تقلبيها يمين وشمال، تقلبيها على الوشين بالشكل اللي انت شايفاه ده تمام اهو. خلاص لحد ما تاخد اللون المصفر وتحسي ان هي استوت معاكي وورقت معاكي اهي تمام كده. برضو دي واحدة تانية اهي زي ما انتوا شايفين اهو. قلبنا الفطير بتاعنا يمين وشمال يمين وشمال، وتبدأي بقى تطلعيه في الاطباق في اللي انت عايزاه. بصي هيطلع معاكي مقرمش من بره وطري من جوه، جميل جدا تمام. تكشفي الغطا، تقلبيه تقلبي الفطيره على الوش ده وعلى الوش ده علشان ما تسيبهاش تتحرق منك ولا تتلطع، تبقى حلوه جدا زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كشفت الغطا بتاعي اهو قدامكم، وادي شكل الفطيره بتاعتي جميله جدا حلوه قوي اهي، احلى من فطير. يعني انا عملت فطير اللي في الفرن كبيره قوي ما شاء الله اللهم بارك، والفطير اللي عملته في الطاسه عملته ميني فطير حلو قوي اهو تمام كده يا بنات. وادي شكل الميني فطير بتاعنا، واكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم في الطريقتين واخترتوا انهي طريقه، ويا رب الطرق بتاعتي تكون عجبتكم. الفطير بتاعي مقرمش من بره، سواء اللي في الفرن سواء اللي في الطاسه، مقرمش من بره وطري من جوه جدا جدا، ولا هو معجن ولا اي حاجه، مورق خالص اهو. شايفين شكله عامل ازاي؟ مورق خالص اهو، ولا العجينه من جوه تخينه ولا اي حاجه، السمك بتاعها حلو قوي
الفطيرة بتتقطع معايا بكل سهولة ازاي، شايفين؟ ما شاء الله اللهم بارك. ده الفطير اللي كان في الفرن حلو قوي. انا كنت هنا بصراحة باكل الفطير بالعسل